الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الثالث أخذتنا بمغامرة مليانة توتر وغموض ورعب نفسي. هاي الحلقة ما كانت مجرد تمهيد للنهاية، بل كانت مثل قطع أحجية عم تتشابك مع بعضها، وكل لحظة كانت عبارة عن باب بيفتح على أسئلة أكبر وأحداث أغرب. بلشنا بالحلقة مع تابيثا، الشخصية اللي صارت محور الأحداث الغريبة. وجودها مع فيكتور وسارة بالكنيسة كان البداية لمجموعة أحداث غير متوقعة. الثلاثة كانوا عم يناقشوا القصة المرعبة عن الطفل الأبيض وكريستوفر اللي صارت وكأنه خيط بيجمع بين الماضي بالحاضر. لكن فجأة صار شي ما بينوصف. تابيثا لما لمست إيد فيكتور حست وكأنه الزمن اتجمد، الأصوات انخفضت، الحركة صارت بطيئة وكأنه العالم كله توقف للحظة. هاي اللحظة كانت مليانة غموض، لأنه واضح أنه تابيثا مرتبطة بهالمكان بطريقة أعمق من أي شخص تاني. لكن ليش هي بالتحديد؟ هلا رح نرجع نناقش. تابيثا لاحقا كانت عم تمشي مع جولي وعم يدوروا على فاطمة لما شافت طفل غريب من أطفال الأنجوي. الطفل كان غامض بشكل مريب وما حكى له شي، لكنه قادم مباشرة للأبو. وهنيك صار الشي اللي غير كل التوقعات. تابيثا لما لمست فيكتور مرة تانية صار عندها نوع من الفلاش باك أو الذكرى كانت عن الشجرة اللي صارت وكأنها بوابة لكل أسرار البلدة. السؤال اللي بيطرح نفسه هون، هل تبيثا شخصية عادية ولا ممكن تكون جزء من ماضي البلدة؟ هون بلشت تظهر نظرية انه ممكن تكون ميريندا او على الاقل خليفتها الروحية. الادلة على هالشي كانت واضحة. اول شي ميريندا مثل تبيثا كانت عم تشوف البلدة باحلامها قبل ما توصل. تاني شي الاساوري اللي عملتها تبيثا لجيم كانت نفس الاساوري اللي كانت تصنعها ميريندا. وثالثا الأغاني اللي كانت مفضلة لهنري وميريندا هي نفسها الأغنية اللي مفضلة لجيم وتابيثا. لكن السؤال الأكبر هون، إذا كانت تابيثا فعلا مرتبطة بميريندا، شو اللي عم يحاول المكان يحكي؟ هل هي المفتاح لفهم كل أسرار البلدة؟ وهل ممكن تكون هي الشخص اللي رح يغير الدورة يلي البلدة محاصرة فيها؟ وهلا بننتقل لسمايلي، الوحش المفضل للجماهير ودوره الغامض بالحلقة. سمايلي الوحش اللي صار أيقونة بالمسلسل بشكله المثير للرعب وابتسامته الغريبة، كان حاضر بهي الحلقة بشكل رمزي لكنه مؤثر. خلال فلاش باك الذكريات اللي عاشتها تابيثا لما لمست فيكتور، شفنا لقطة ممكن تكون مرتبطة بميريندا وموتها. المشهد أظهر ميريندا وهي عم تواجه سمايلي بالقرب من شجرة الزجاجات البعيدة. بس السؤال هون، هل فعلا سمايلي قتل ميريندا أو أنه مجرد أداة بيستخدمها البلدة لإخافة الشخصيات؟ اللقطة أظهرت أنه سمايلي هاجم ميريندا وأسقطها بجانب الشجرة، لكن التفاصيل ما كانت واضحة. هالشي خلانا نتساءل إذا كانت فعلا ميريندا ماتت أو إذا الشجرة لعبت دور بإنقاذها. ممكن تكون دفشته عنا أو حدا تاني مثل كريستوفر أو إلويس تدخل لإنقاذها من قبل. وهلا بننتقل لفاطمة يلي كانت بوضع ما بينوصف. الحلقة الماضية شفنا كيف إلجين خطفها وأخذها على غرفة غريبة بنهاية الأب. الغرفة نفسها كانت مليانة أشياء غريبة، علب الخوخ يلي فيكتور بحبها، واللعبة يلي صنعها إلجين للطفل فاطمة، وكان واضح إنه الغرفة فيها أشياء كتيرة لكنها كانت غامضة. فاطمة كانت عايشة حالة من الرعب الداخلي. بالنسبة إلى الطفل يلي بداخلها كان شيطاني بالكامل، ووجوده هو السبب بكل يلي عم يصير. لكن إلجين كان عنده رأي مختلف تماما. هو مقتنع انه الطفل بريء وانه العنف يلي صار منه كان بسبب خوفه وجوعه مو لانه شرير. المشهد اللي خلى الكل يتوتر كان لما إلجين قرر يجمع دم ويقدمه لفاطمة. المشهد كان صادم بكل معنى الكلمة. فاطمة شربت كمية كبيرة من الدم، وتاني يوم صار الشي اللي صدم الكل، بطنها كبر بشكل واضح وكأنه الطفل عم يكبر بسرعة خارقة للطبيعة. هون ظهرت أسئلة جديدة، هل الطفل فعلا شرير أو أنه ممكن يكون هو المفتاح للخروج من هالكابوس اللي عايشته البلدة؟ لكن هذا ما كان نهاية القصة. فاطمة حاولت بكل قوتها تهرب من الغرفة لكنها فشلت. حتى لما حاولت تجرح إلجين ما قدرت تتحرر وبقيت محاصرة بطريقة خلتها تفقد الأمل تماما. بالمقابل سارة كانت عايشة صراع داخلي مختلف تماما. الأصوات اللي كانت عم تسمعها اختفت لفترة طويلة لكنها رجعت فجأة وبطريقة مربكة أكثر من قبل. الأصوات أول شي سخرت منها وقالت لها إنه محاولتكم فاشلة، لكن بعد شوي أعطتها معلومة غريبة، إنه فاطمة قريبة منكم. التناقض بهالتصرفات خلى سارة تضيع أكثر. ليش الأصوات عم تلعب معها بهالشكل؟ مرة بتعطيها أمل ومرة بتحطمها. هون كانت سارة بحالة ضعف شديد، لأنه كل اللي حواليها كان عم يشك فيها. دونا اللي كانت دائما صارمة بمواقفها كانت واضحة بعدم ثقتها بسارة. مع ذلك سارة ما استسلمت وحاولت تثبت أنه عندها دور مهم بحل اللغز. أما فيكتور فكان بمواجهة مباشرة مع ماضيه، هو مقتنع أنه السبب بموت أمه،
لأنه خبرها عن الشجرة البعيدة بهالحلقة. قرر يقطع الشجرة وكأنه عم يحاول ينهي كل ارتباطه بينه وبين هالمكان، لكن أثناء محاولته ظهر الطفل الأبيض وقال له لا تقطع الشجرة مهمة. هاي الجملة زادت الغموض أكثر، لأنه واضح أنه الشجرة مرتبطة بسر كبير، لكن تفاصيل هالسر لسه مخفية. جيد كالعادة كان عم يشتغل على مشروع غريب، قرر يصنع شجرة زجاجات بنفسه، معتقد أنه ممكن تكون مفتاح لفهم الأرقام والرموز اللي عم تطارده. وبينما هو عم يشتغل على مشروعه شاف رؤية غريبة لكريستوفر وجاسبر، وهالرؤية زادت تأكيد أنه جيد ممكن يكون نسخة جديدة من كريستوفر وكأنه جزء من دورة مستمرة. أما بويد فكان واضح عليه التعب الجسدي والنفسي، المرض اللي كان عنده عم يزيد وبلشت تظهر عليه علامات الإرهاق الشديد. مع ذلك قرر يطلب من كيني يرجع يكون نائبه، لأنه بحاجة لشخص يوثق فيه، خصوصا مع الوضع اللي عم يعيشه. جولي بالحلقات الماضية مرت بلحظات غريبة لما عبرت العتبة بطريقة غير مفهومة وأثرت عليها بشكل واضح. بهالحلقة شفناها وكأنها استرجعت بعض عافيتها، لكنها ما زالت مترددة ومشوشة. لما التانيين سألوا جولي عن اللي صار معها خلال رحلتها عبر العتبة، ما قدمت أي تفاصيل واضحة، بالعكس اختارت الكذب وقالت إنه ما بتتذكر شيء. رغم انها حاولت تبين انها بخير، تابيسا وجيم لاحظوا انها عم تخفي شيء مهم. الطريقة اللي كانت عم تتجنب فيها الأسئلة عن اللي صار معها كانت مليانة توتر، وكأنها خايفة تحكي أو انها مو متأكدة من يلي شافته. اللحظة اللي أثارت تساؤلات كانت لما مارييل سألتها ما بتتذكري أي شيء تاني. هالجملة كانت غامضة والرد البسيط لجولي ما كان كافي. الغريب أكثر هو النظرة اللي عطتها مارييل لجولي قبل ما تطلع من الغرفة. هاي النظرة ما كانت نظرة عادية، وكانت مارييل عارفة أكثر من يلي عم تظهر. جولي بهالحلقة كمان ارتبطت بقصة فرعية مثيرة للانتباه. جيم استغل الفرصة ليسأل راندال شو كان عم يعمل مع بنته وشو طبيعة علاقتهم. هالسؤال كان مرتبط بلحظة من الحلقات السابقة لما كانت جولي بالقرب من الأنقاض اللي راندال حذرها منها وقال لها إنه مكان بيحمل إحساس غلط. الحلقة كانت مليانة أحداث وأسئلة كتير. شو سر تابيثا؟ هل طفل فاطمة هو لعنة جديدة على البلدة أو خلاصة؟ ليش الشجرة البعيدة مهمة؟ وهل هالأصوات اللي بتسمعها سارة هي المفتاح للحل أو وسيلة للشر؟ كل هاي الأسئلة خلتنا نترقب الحلقة النهائية بفارغ الصبر، لأنه واضح أنه الحلقة الأخيرة رح تكون مليانة بالإثارة والحماس، وأكيد رح تكشف لنا شغلات أكثر. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم فيديوهاتنا الجديدة.